أهلا بيكم متابعونا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. واحدة بتسافر عشان تقضي أجازة مع صاحبتها وخطيبها، لكن بتتفاجئ إنها مخطوفة من أكبر رئيس عصابة في المدينة. لا، وكمان مطلوب منها إنها تقضي معاه سنة كاملة قبل ما يسيبها. وعشان نعرف السبب تعالوا معانا نشوف فيلم النهاردة. بيبدأ الفيلم بظهور رئيس المافيا وهو قاعد يتفق على صفقة شغل جديدة، لكن بيطلع إن العصابة اللي جاياله عايزاه يشترك معاهم في تجارة الأطفال، فبيرفض وبيقول لهم إنه مش بيشتغل في المجال ده، وبيحذرهم إنهم يشتغلوا فيه من وراه لأنه مش هيسمح لهم بكده. وبيسيب ماريو المساعد بتاعه معاهم وبيروح يشوف ابنه ماسيمو بيعمل إيه، فبيلاقيه بيراقب واحدة جميلة جدا. وهنا بيقول له بابا يركز في شغله لأنه بيجهزه علشان ياخد مكانه، لكن في اللحظة دي بيتضرب عليهم نار هما الاتنين. وبتعدي 5 سنين من الحادثة وبنشوف ماسيمو وهو في أمريكا بيباشر أعمال أسرته بعد موت باباه، وبيتفاجئ إن مسؤولين الشركة اللي استثمر فيها فلوسه بيقولوا له إنه اتعرض لخسارة كبيرة، وبيعرضوا عليه إنه ياخد رأس ماله مع خصم الخسارة. لكن ماسيمو بيتكلم بكل ثقة وبيقول لهم إنه عاوز فلوسه وعليها الفوائد اللي وعدوه بيها في الاتفاق. ولما بيرفضوا بيطلع لهم أوراق وبيبتزهم بيها، وطبعا مش بيكون قدامهم فرصة غير إنهم ينفذوا كل طلباته. وفي نفس الوقت بتكون لورا في الفندق اللي بتشتغل فيه وبيتم التحقيق معاها لأن في مشكلة حصلت أثناء فترة الشغل بتاعتها، لكن لورا بتقدر إنها تثبت إن مش هي اللي غلطانة، وكمان بتحول الموقف لصالحها لأن المشكلة دي اعتبروها دعاية مجانية للفندق وزودت نسبة الإشغال. وبترجع لورا للبيت وبتتكلم مع صاحبها مارتن، فبيقول لها ترتاح لأنهم مسافرين تاني يوم على صقلية للأجازة بتاعتهم. وبنعرف إن لورا عندها مشاكل في القلب، وفي نفس الوقت بيكون ماسيمو راجع على الصقلية في طيارته الخاصة وبيعرف إن في شحنة مخدرات اتسرقت منه، واللي سرقها واحد قريبه اسمه توني. وتاني يوم بتكون لورا في صقلية مع مارتن وصاحبتها أولغا، وبيطلع إن اليوم ده عيد ميلادها وبيعمل لها مارتن عيد ميلاد مفاجأة. لكن الغريب إنها بتلاقي هدية المشروب اللي بتحبه، ولما بتسأل مارتن عنه بيطلع إن مش هو اللي جابه، فبتستغرب جدا وبتطلع تتمشى بره. وهنا بتلاقي ماسيمو قدامها وبيسألها إذا كانت محتاجة مساعدة، فبتخاف لورا منه وبتمشي بسرعة. وتاني يوم بيفضل مارتن مش مهتم بيها لدرجة إنه بيروح الجبل اللي كانت عاوزة تشوفه لوحده من غيرها، وبتقوله إزاي يروح من غيرها، فبيقولها إنها كانت نايمة ومحبش إنه يقلقها. لكن لورا بتحس إنها متضايقة من أسلوبه معاها وبتنزل بالليل تتمشى لوحدها. وفجأة بيظهر قدامها ناس وبيخطفوها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في بيت غريب وبتنزل تشوف هي فين، فبتلاقي صورة ليها متعلقة. وهنا بيخرج ماسيمو بيكلمها فبتتخض وبتفقد الوعي، وبيفوقها ماسيمو وبيعتذر لها وبيقول لها انه ما كانش يعرف ان قلبها تعبان. لكن لورا بتتجنن وبتفضل تسأله خاطفها ليه، فبيحكي لها قصة محدش يصدقها وبيقول لها انه اتعرض لحادثة من كام سنة، ولما كان بيموت شاف وشها قدامه كأنه حلم، وانه فضل طول السنين دي بيدور عليها، وكل اللي حواليه كانوا فاكرينه انه اتجنن لغاية ما كان راجع من امريكا من كام يوم وشافها وهي طالعة من المطار. وهنا عرف انه ما كانش بيتخيل وانها حقيقة وموجودة، وبيطلب منها تديله فرصة عشان تحبه. لكن لورا بتقوله انه مش ممكن ده يحصل وان عندها خطيب واهله واصدقاء هيدوروا عليها. وهنا بيوريها ماسيمو صور لمارتن وهو بيخونها، وبيقول لها انه ساب لصاحبتها اعتذار في الفندق ورسالة كمان بتقول لها فيها انها هتقفل تليفونها لفترة وهتسيب الشقة اللي عايشين فيها مع بعض لغاية ما اعصابها تهدى بعد اللي عرفته عن مارتن. وبيفهمها انه هيديلها مهلة سنة تعيش معاه، واذا ما قدرش انه يخليها تحبه في السنة دي هيسيبها ترجع تاني. لكن كل ده لورا مش بتكون مستوعبة اللي بيقوله وبتضربه وبتقدر انها تاخد مسدسه منه، لكن ماسيمو بياخده منها وبيقول لدومينيك المساعد بتاعه يرجعها لأوضتها. وبيمشي ماسيمو مع ماريو عشان يروح لقريب توني اللي سرق الشحنة بتاعته، فبيقول له ماريو ان اللي بيعمله ده غلط وانه اذا قتل توني هيزود العداء بينه وبين باقي العائلات. لكن ماسيمو بيقول له انه لازم ينتقم منه بعد ما اتجرأ عليه، وبيروح على توني اللي بيكونوا رابطينه وبيقول له انه لو كان سرقه بس كان ممكن يسامحه، لكن هو كمان بيشتغل في بيع الأطفال وإنه عارف إن بابا كان مانع التجارة دي، وطبعا بيكون مصيره القتل. وبتسمع لورا صوت ضرب النار فبتنزل تشوف اللي بيحصل، وبتطلع تلاقيه واقف جنب جثة توني بيقول لرجالته يتخلصوا منه، فبتخاف لورا جدا وبيغمى عليها. ولما بتفوق بيكون ماسيمو قاعد قدامها وبيقول لها إن توني ده شخص شرير وإنه يستاهل اللي حصل له لأنه كان بيتاجر في الأطفال. وبتطلب لورا منه موبايلها واللاب بتاعها، لكن ماسيمو بيرفض وبيقول لها إنه هيديهم لها في الوقت المناسب، وبيقول لها تجهز علشان هينزلوا يشتروا
يشتروا حاجات، وبتنزل تلاقي دومينيك مجهز لها الفطار ومستنيها، وبياخدها ماسيمو عشان يوريها الجبل اللي كانت عاوزة تشوفه، وبعد كده بياخدها تشتري هدوم، لكن لورا بتحاول إنها تهرب منه، والغريب إنه بيسيبها تجري في المدينة لوحدها، وبتشوف الشرطة وبتروح تطلب مساعدتهم، لكن المفاجأة إنهم بيطلعوا تبعه، وماسيمو اللي بيتحكم في المدينة كلها، وبتطلب منه موبايلها تاني واللاب، وبتقوله إنها مش هتهرب، وبيرجعوا على البيت وبتنزل تتعشى معاه، وبتسأله عن طبيعة شغله، فبيقول لها إنه صاحب شركات كتير جدا، وفي اللحظة دي بتتصل آنا بيه، لكن ماسيمو مش بيرد عليها، وبنعرف إن آنا قريبته وكان بيحبها لغاية ما شاف لورا وخطفها، فساب آنا في نفس اليوم، وبترجع لورا لأوضتها علشان تلاقي اللاب والموبايل موجودين، فبتكلم مامتها وبتقول لها إنها لقت شغل لمدة سنة في صقلية ومش هترجع دلوقتي، وبيكون ماسيمو في أوضته بس بيطلع سامع كل حاجة، لكن ماسيمو بيكون لسه مش واثق فيها، وبياخدها بالعافية على الطيارة لأن عنده شغل في أثينا، وهناك بيشوفها قريبه وبيعرف إنه لقاها أخيرا، وبالليل بتجهز علشان عندهم حفلة، لكن لورا بتلبس فستان قصير عشان تستفز ماسيمو، وبياخدها دومينيك على الحفلة، وبيطلب منها تكون هادية لأن ماسيمو قاعد يتفق على شغل مع قرايبه، وبالفعل بيشوفها ماسيمو وبيتضايق بسبب اللي هي لابساه، وبيسيبها لوحدها عشان يكمل شغل، وهنا بيحاول واحد يكلمها، لكن ماسيمو بيشوفه وبينزل يدور عليه بسرعة، وفي اللحظة دي بيكون واحد من قرايبه بيضايقها، فبيطلع ماسيمو مسدسه وبيهددهم بيه وبياخدها وبيمشوا، وتاني يوم على اليخت بيقول له ماريو إن اللي عمله غلط، وإن كده عاد قرايبه كلهم، وبيقول له يصالح آنا ويتخلص من لورا، وبكده الدنيا هتهدى شوية، لكن ماسيمو بينفعل عليه وبيرفض، وبتسمعهم لورا وبتطلع تتكلم معاه، وبتحاول تعتذر له عن اللي حصل، لكن ماسيمو بيكون متضايق منها وبيزعق معاها، وهنا بتنفعل لورا وبتمشي وهي متضايقة، فبتقع من على اليخت وبينط ماسيمو وراها وبينقذها، وبيقول لها إن في حفلة بالليل وبيطلب منها تحضر معاه، فبتقول له إن ما عندهاش هدوم مناسبة على اليخت، وهنا بتتفاجئ إنه جايب لها أشهر مصممين أزياء عشان يعملوا لها فستان تحضر بيه الحفلة، وفي الحفلة بتظهر آنا قريبة ماسيمو وبتسلم عليه، وبتقول له إنه أخيرا لقى اللي كان بيدور عليها، لكن هي هتقتلها عشان تنتقم منه لأنه سابها، وتاني يوم بتكون لورا مسافرة مع دومينيك على بلدها لأن ماسيمو خاف عليها بعد كلام آنا، وفي الطريق بيجي اتصال لدومينيك فبيقول لها تفضل في الشقة اللي حجزوها لها لغاية ما يكلمها، وهنا بتعرف لورا إن في حاجة حصلت لماسيمو، وبتحاول تتصل بيه لكن مش بيرد عليها خالص، وبتروح تزور صاحبتها أولغا وبتحكي لها على كل حاجة حصلت معاها، فبتقول لها أولغا إنها هتخرج معاها وتنسى كل اللي حصل، وبتاخدها السبا وبيقضوا اليوم كله هناك، وفجأة بيجيلها اتصال وبتعرف إن جالها شغل في فندق جديد، وبالليل بيسهروا مع بعض، وبيشوفها مارتن في الحفلة وبيحاول إنه يكلمها، وبيقول لها إنه بيحبها ومش عارف ليه سابته، فبتواجهه باللي عرفته عنه، لكن مارتن بيقول لها إنه ما كانش في وعيه، وبترجع على شقتها وبيروح مارتن وراها، لكن أول ما بتفتح الباب بتلاقي ماسيمو مستنيها، وبيخاف مارتن وبيمشي، وهنا بتشوف أثر جرح في كتف ماسيمو، وفي اللحظة دي بتعترف له لورا إنها بتحبه، وبتصحى تلاقيه ملبسها خاتم وبيطلبها للجواز، وبتروح تعمل شوبينج وبتاخده على فرح أختها، وهناك بتعرفها على أسرتها كلها، وبيرجعوا الصقلية تاني مع بعض، وبيقول لها ماسيمو إنه مش هينفع حد من أهلها يحضر لأن ده في خطر عليهم، فبتطلب منه يجيب أولغا بس تكون معاها وبيوافق، وبتقول لماريو إنها عارفة إنه مش بيحبها، فبيقول لها ماريو إنها عملت قلق من أول ما جابها ماسيمو واتسببت في مشاكل كتير، وبيتمنى إن صاحبتها تكون أهدى منها شوية، لكن أولغا بتكون أجن منها أصلا، ومن أول ما بتوصل بتعمل قلق جامد، وبتقول لها لورا إنها حامل ومش بتعرف أولغا يعملوا إيه، وبتقول لها إنها مش عاوزة تعرف ماسيمو دلوقتي، لكن أولغا بتقول لها إن الأفضل تقوله، وبيروحوا يتفرجوا على فساتين الفرح، وفي الوقت ده بيجي اتصال لماريو وبيبلغوه إن لورا في خطر، وهم في الطريق راجعين بيكلمها ماسيمو وبيسألها عملت إيه، وبيجري ماريو علشان يبلغ ماسيمو ويلحقوا يتصرفوا، وفي نفس الوقت بتكون لورا بتحاول تقول لماسيمو إنها حامل، لكن بيدخلوا في نفق والإشارة بتقطع، وهنا بيوصل ماريو بيقول إن لورا في خطر، لكن للأسف بيكون بعد فوات الأوان، وبتكون لورا تعرضت لحادثة في الطريق، ولغاية هنا بيخلص الجزء الأول من فيلمنا، استنونا في الجزء التاني عشان نعرف ماسيمو هيعمل إيه مع اللي تسببوا في حادثة لورا.